صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مرفوقا بصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى أم كلثوم حفل العشاء الذي أقامه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الحالية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. وحضر هذا الحفل المتميز ثلة من الشخصيات الرفيعة من عالم السينما والفن إلى جانب ضيوف المهرجان من نجوم عالميين ومخرجين وصناع السينما من مختلف القارات. وقد شكل الحفل مناسبة لتجديد إشعاع المملكة كمنصة دولية للتقارب الثقافي وتبادل الإبداع السينمائي. هذا الحفل يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا الموعد السينمائي الكبير باعتباره فضاء يحتفي بالقيم الإنسانية المشتركة ويعزز إشعاع المغرب كوجهة للفن السابع ومختبرا لاكتشاف المواهب ودعم الإنتاج السينمائي العالمي. موعد متجدد يبرز الدور الهام الذي يطلع به صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد رئيس مؤسسه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لتعزيز اشعاع المهرجان كمركز دولي للسينما ودعم الابداع الفني العالمي من خلال توفير منصه تلتقي فيها المواهب السينمائيه العالميه وتعرض فيها افلام تبرز التنوع الثقافي والفني من مختلف القارات. أجواء دافئة طبعت هذا الحفل في تجسيد للتفاني المستمر لسموه في تطوير المهرجان ودعم صناعة السينما على الصعيد العالمي.